يا جماعة حرفيا الراجل ده مراته بتموت والله. مراته عندها كانسر والعياذ بالله، وعندها سكر وجالها هشاشة عظام، والمفصل مكسور ما بتتحركش وبنلها بالإسعاف، وهو استنزف كل اللي حيلته. ومستشفى نريمان جاب لها جواب من رئاسة الوزراء إن هي تعمل لها المفصل، وقالوا له مفيش مفصل، والمفصل بره هيتكلف من 260 لأكتر، وهو ما عندوش مقدرة. وعملنا 30 مناشدة لكل الجهات الحكومية. طب إيه طيب؟ مفيش حد عنده رأفة ولا رحمة يعمل الست دي العملية في مستشفى نريمان؟ مفيش مستشفى خاصة تتبنى العملية زي ما تتبنى عمليات مستشفيات عمليات الفنانين مجانا أو لعيبة الكورة؟ مفيش رئاسة الوزراء ما تتدخلش؟ طب يعمل إيه الراجل؟ طب اللي الفقير اللي يعيا في البلد دي يعمل إيه؟ يروح يشتري تربة بدل ما يروح يدور على العلاج؟ طالما العلاج غالي كده، يعني حتى نريمان ما عندهاش مفصل. طب الراجل ده يروح فين؟ يقعد جنبها يعيط يستناها قدر، يستنى قدر ربنا؟ يا جماعة احنا بنناشد اي حد عنده رحمة انه يتدخل ويحل للراجل ده مشكلته ان مراته تركب مفصل وتعالج الكانسر. هيعمل ايه؟ انا مش عارف. يا ريت حد في قلبه ذرة رحمة يسمع الكلام ده ويساعد الراجل ده على علاج زوجته. هو مش عايز اكتر من كده، مش عايز فلوس من حد، عايز حد يساعده في علاج زوجته. ده كتير. يتوب علينا ربنا.